السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد. الحصالة دي انا لسه شاريها من على موقع عشوائي. طبعا الموقع ده بيجيب لك حصالات بأسعار غالية، وبتلاقي أسعار متقاربة للسعر اللي انت اشتريت بيه. يعني مثلا لو اشتريت حصالة ب1000 جنيه، مثلا ممكن تلاقي 1100 أو ممكن تلاقي 900 جنيه. لو اشتريت حصالة ب100 جنيه ممكن تكسب فيها 90 جنيه أو ممكن تكسب فيها 110، فهكذا. فاهمني؟ يعني انت ممكن تلاقي أزيد وممكن تلاقي أقل. أنا لحد دلوقتي فتحت 3 حصالات ولقيت فيهم أزيد، يعني أنا كسبت في 3 حصالات والحمد لله سعري كان كويس. الحصالة دي بقى أنا شاريها بكام؟ الحصالة دي أنا شاريها ب2200 جنيه. دي أنا شاريها ب2200 جنيه. طبعا أنا شايف إن الحصالة تقيلة، لا يعني تقيلة فعلا، مش خفيفة خالص. فأنا شايف إن الحصالة تقيلة الصراحة، فأتوقع إن هي يكون فيها اكتر من 2000 جنيه باذن الله باذن الله. فانا عايزكم تتابعوا الفيديو معايا للنهايه وتشوفوا، هتعرفوا هل احنا كسبنا ازيد ولا اقل. انا عايزكم تتابعوا معايا لنهايه الفيديو. وصاحب التوقع اللي صح انا هعد الفلوس طبعا بس في سري، وصاحب التوقع الصح يعني اللي هيقول لي دول طلعوا كام صح، هو اللي هيكسب معايا حصالة تمنها 500 جنيه، وهو وحظه يكسب أقل أو أكتر. وهوصله عن طريق شركة الشحن اللي أنا بتعامل معاها. ودلوقتي هنبدأ نفتح الحصالة. بس قبل ما نبدأ الفيديو انا عايزك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا دلوقتي نفتح الحصالة. انا شايف فيها فلوس من جوه ايه، مش عارف دي 50 ولا كام دي اهي. دلوقتي هنفتح وهنشوف كل حاجة اهي. تقريبا دي 100 جنيه يا جماعة. دلوقتي هنفتح وهنشوف كل حاجة، يلا بينا. ادي القطر اهو عشان نفتح بيه الحصالة. انا هفكر نفتحها من فوق لان هي تقريبا اهي، فانا بقول ان احنا نفتحها من فوق. بص انا جايب قطر مخصوص عشان افتح بيه الحصالات، ان انا قلت لكم ان انا هنزل لكم فيديوهات ياما طول ما انتوا بتعملوا لايكات وبتشتركوا في القناه. عايزين نوصل الفيديو ده ل100 لايك بس. طبعا لو 100 واحد اتفرج و100 واحد عمل لايك فطبعا احنا هنوصل ل100 لايك. لو كل واحد عمل لايك واحد قصدي فاحنا نوصل ل100 لايك. معلش يا جماعه انا متلخبط بس لان الفلوس وهماني. انا دافع ياما فانا لازم الاقي اللي انا دافعه، فاهمني؟ عشان حرام ما ينفعش اخسر. طبعا عايزين نصلي على النبي كده في بداية الفيديو. اهم حاجة طبعا الصلاة على النبي. بصوا تقريبا بدأت تتفتح اهي، وانا شايف فلوس اهي ان شاء الله. يعني ان شاء الله هيبقى فيها فلوس ياما لان هي تقيلة. بس ممكن تبقى تقيلة بس ما فيهاش فلوس كتير، يعني ممكن تبقى تقيلة ويكون فيها فضة بس، فطبعا يبقى حرام يعني. بس هنشوفه دلوقتي هنشوفه وهنعرف كل حاجة. طبعا الحصالة بتبقى متبرشمة اهو. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا جماعه، والنبي صلوا على النبي اهو. ادي الفلوس اللي في الحصاله كلها. حصاله بسم الله ما شاء الله عليها، مليانه فلوس مليانه. بسم الله ما شاء الله. قولوا بسم الله ما شاء الله معايا يا جماعه. يلا بينا نبدا نفضي كده واحده واحده. انا بفضي بالراحه بس عشان ما فيش حاجه تقع. كده مفيش حاجة تاني في الحصالة، هي الحصالة فاضية خالص. تعالوا بقى نحط دول على جنب كده. نحط الفلوس الورق على جنب، والفلوس الفضة معانا على جنب تاني، عشان هنعد دول لوحدهم ونعد دول لوحدهم. وكالعادة طبعا بنعده الأول، بنعده الورق الأول. ليه؟ عشان الورق عده سهل، إنما الفضة اللي بتلخبطنا وكله بيتلخبط في الفضة. فأنا عايزكم تركزوا معايا. شكلنا معانا فضة كتير يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. تمام. وادي شوية الورق اهم. طبعا شوية الورق دول فلوس. وادي الحصالة اهي. تعالوا دلوقتي بقى نبدأ نعد، يلا بينا. واللي هيتوقع صح هيكسب. ركز معايا في الفيديو ده، ركز معايا جامد عشان تكسب معايا. خلوا الحصالة كده شكلها احلى اهي. ويلا بينا نعد. اول حاجة انا هعد في سري عشان طبعا محدش يغش مني، واللي هيعد زي صح عد بقى. وانا بعد اهو، انا بعد فانت كمان عد معايا وقول لي عديت كام ووصلوا معاك كام، عشان لو عديت صح هتكسب معايا حصالة في الفيديو الجاي.
اهو يا جماعة انا بعد في سري، كله يعد ويقول لي تحت في التعليقات هم عدهم كام، يقول لي الورق كام والفضة كام، يقول لي الفلوس الورق كذا كذا، الفضة كذا كذا. هما تقريبا كلهم ميات اهم، فمش هيتعبونا يعني، مش هيتعبونا في العد زي الفيديوهات اللي فاتت. الفيديوهات اللي فاتت تعبتنا في العد شوية. طبعا في هيصة في الشارع بس ملناش دعوة يعني، ان شاء الله نبقى نصور في مكان تاني اهدى من كده، بس ركزوا معايا انا يعني، ما تركزوش في الهيصة. اهو دي الفلوس اهي، كده يبقى احنا خلصنا عد الورق اهو، كده يبقى احنا عدينا كل الورق اللي معانا اهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللي اتلخبط بقى في عد الورق يعيد الفيديو تاني ويتفرج عشان يعد صح، عشان اهم حاجة طبعا عد الورق. ودلوقتي بقى نخش نعد الفضة دلوقتي، ركزوا معايا اهم. نسيبوا الورق دول على جنب ونعد الفضة. عد الفضة اهم. دلوقتي انا بعد، ركزوا معايا ها، انا بعد في سري، انا بعد في سري، ركزوا انتوا في الفيديو وعدوا، واللي اتلخبط يعيد الفيديو تاني عشان يعرف يعد صح. اهو يا جماعة كده يبقى احنا عدينا الفضة وعدينا المجمد. اللي اتلخبط في العدة او اي حاجة ممكن يعيد الفيديو تاني. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا. عايزك قبل ما تقفل الفيديو تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة، واستنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.